بصي بقى، هتجيبي كده لفة جلاش نص كيلو وربع كيلو كنافة، وتعالي بينا بقى لما نعمل صينية الجلاش بالكنافة دي. بجد طعمها في حتة تانية بتركات جامدة جدا وبطريقة سهلة قوي قوي قوي. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي ونقول بسم الله وعلى بركة الله. اول حاجة هجهزها هي الشربات، عبارة عن كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية. هحطهم مع بعض واقلبهم كويس جدا تمام. لحد ما السكر يدوب، واول ما يغلي هحط عليه نص ليمونه. الشربات ده ما بيكونش تقيل ولا خفيف، بيكون وسط وبيكون بارد، اهم حاجه يكون بارد في الوصفه دي. تاني حاجه هجهزها وهي الحشوه، وهي الكنافه. الكنافه مش هعملها في الفرن، الكنافه هعملها وهي نيه، هحشيها في الجلاش وهي نيه. بجد الطعم احلى من المتحمصه مليون مره. جبت الكنافه وبدات ان انا افردها كده، بس مش هفرفتها قوي علشان انا عاوزاها كده تكون ماسكه نفسها حلوه. هحط عليها كيسين من الفانيليا اللي هم الصغننين دول تمام. هقلبهم مع بعض، وبعد كده هكون طحنه كوبايه سكر مطحون، كوبايه صغيره اللي هو الفنجان بتاع القهوه الصغير تمام. وهحطهم عليها، وهبدا برضو اللي انا كده اغلغل الكنافه بالفانيليا وبالسكر البودر. طعمها بجد بتبقى تحفه جدا جوه الجلاش، جربوها والله هتعجبكم قوي قوي. هكون مسيحه نص كوبايه من السمنه وهحطها برضو عليهم، وهبدا بقى اللي انا اقلبهم كده كلهم مع بعض علشان ايه، السمنه تتشرب مع الكنافه وتاخد كده طعمها. هتقول لي يا ساره الكنافه جوه الجلاش وهي نيه هتعجن، هقول لكم والله ما بتعجن وتحفه قوي، بس امشوا على الخطوات وهتحبوني وهتحبوا الطريقه دي بعدها. وعايزه اقول لكم انكم هتعتمدوا الطريقه دي على طول، وهتحفظوها كمان عندكم عشان هتعملوها طول السنه ومش تشتروا اي حلويات شرقيه خالص. هنبدأ دلوقتي اللي احنا نحضر الجلاش. الجلاش بقى انا بحب اشتريه سايب من عند بتاع مستلزمات الحلواني، ما بحبش اجيب اللي هو بتاع الشركات اللي بيبقى مغلف اللفه دي كانت عباره عن نص كيلو جلاش. عايزين تدهنوها زيت على سمنه او سمنه بس هتبقى حلوه جدا، بس اهم حاجه نمشي بقى على الخطوات دي. هندهن راق راق، يعني انا بحط راقين على بعض، اتنين جلاش على بعض، وبدهن كل واحد فيهم بالسمنه كده زي ما انتم شايفين عشان يبقى مورق معايا. بدات هنا ان انا احط الكنافه، بس مش هحشيها قوي، هخليها مهويه سيكه، بس اهم حاجه اقفل عليها كويس جدا وانا ببرمها كده. الصينيه اللي هحط فيها الجلاش لازم تكون مدهونه بالسمنه. تعالوا كده لما نعمل واحده تاني، ودلوقتي هعرفكم ازاي مثلا لو ما بتعرفيش تحطي الرقين على بعض بعد ما بتدهني الرق الاول، هوريكي دلوقتي طريقه سهله اخليكي تعملي الاتنين على بعض على طول من غير اي صعوبه. انا هنا اهو دهنت الراق الاول وبعد كده دهنا الراق التاني، وهنحط برضو الكنافه. بصوا الحشو ده حلو، لو عايزين بقى تحطوا معاها مكسرات بتبقى برضو حلوه جدا، بس انا الصراحه عندي ما بنحبش المكسرات قوي فعملتها كده. انا هنا بقى جبت اتنين على بعض اهو زي ما انتم شايفين، بدات اتنيها الناحيه دي والناحيه دي ودهنتها اهو. بصوا سهله جدا 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 الطريقه دي، وانتي طول ما انتي شغاله هتلاقي ايدك اخدت وبتعملي لوحدك كل حاجه. اهم حاجه نقفلها كويس، وبعد كده بقى نبدا اللي احنا نحط الصينيه زي ما انتم شايفين كده. الصينيه دي مقاسها 30 في 40. بدات هنا اللي انا ادهنها برضو بالسمنه، وبعد كده بقى هبدا اللي انا اقطعها. طبعا لازم يتقطع قبل ما يخش الفرن، دي حاجة أساسية معانا، وطول ما انتي شغالة لازم تكون ايدك سريعة علشان ايه، هو ممكن ينشف مننا تمام. هنا خلاص انا حاططها في الفرن، دخلت الفرن بالظبط ربع ساعة وكانت خرجت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، اللهم بارك. اول ما بتخرج كده بدهنها يا بسقيها شربات، وبعد كده بغطيها. غطيتها بصينية تانية، وبعد كده رحت جايبة الفويل ورحت مغطيها كويس بالفويل علشان ما تنشفش قوي مني وتبقى كده طرية وحلوة. كانت مقرمشة من بره وطرية جدا جدا وتحفة من جوه. عايزة بقى اقول لكم على حاجة، ان هي مقرمشه من بره وطريه قوي وحلوه قوي كده من جوه. بصوا بصوا اسمعوا صوت القرمشه، بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه جدا جدا جدا. بصوا عايزاكم بجد تجربوها. الوصفه دي لو عملتوها في رمضان او في اي مناسبه والله العظيم تحفه، بتريكات بقى جامده جدا، تريكات كده يعني سهله وجميله. وبصوا طريه بقول لكم من جوه، حاجه كده ما تتخيلوهاش، احلى من الصوابع اللي احنا بنشتريها جاهزه مليون مره. عايزاكم تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات عايزين طرق حلويات ايه تاني اليومين الجايين دول ان شاء الله باذن الله. واهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا صلوا على النبي وتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. Bye. Wait, I love you. Like.